ابن مدينة القنيطرة بصحة جيدة. نفس الشكل نفس الأسلوب في اللعب تماما كما أبداه رقة الوداد أو عندما انضم للمنتخب الوطني المغربي خلال لقائه في كينيا. لم يكن هناك أدنى مؤشر عن أزمة صحية. هذه الصور دقائق فقط قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة على أرضية الملعب. هذه آخر صورة ثواني معدودة قبل أن يسقط جثة هامدة. مع أول إطلالة أدرك لاعب الرجاء والوداد أن الأمر لا يتعلق بأزمة بسيطة. يوسف كان فعلا جثة هامدة. طبيب الوداد أكد فيما بعد أن الوفاة كانت على أرضية الملعب. مع ذلك يظل سؤال مطروحا حول الوقاية الصحية في الملاعب المغربية. هنا في هذه المصلحة أعلن رسميا عن الوفاة دقائق قبل نهاية المباراة. Tout ce qu'on peut vous dire sur ces circonstances de décès, c'est qu'il est mort dans un tableau d'arrêt cardiovasculaire brutal. Il s'agit d'un joueur qui n'avait aucun antécédent médicaux. Sa fiche médicale est très bien tenue. Il a eu, on peut dire pas longtemps, un examen cardiovasculaire complet avec un ECG. Ce que je peux vous dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de blabla, le coup à l'examen, on n'a pas trouvé, il n'y a pas de coup. On n'a pas vu de coup, il n'y a pas de traces. هنا في هذا المركز تمت عملية التشريح صباح الأحد لتؤكد أن أزمة قلبية وأزمة في التنفس كانت وراء وفاة يوسف بن خوجة. الأصدقاء والأقارب كانوا هنا لتوديعه. بن خوجة ليس الأول الذي توفي على أرضية الملعب، ففي العام 1997 حدث مماثل تعرض له لاعب أولمبيك خريبكا عادل تيغرادي، لكن تيغرادي كان توفي خلال حصة تدريبية. هنا أكد التشريح أن الدماغ توقف فجأة مما أدى إلى الوفاة. والدته تؤكد أنه لم يكن يعاني أي شيء. عمره ما مرض أبدا، مرض بالترويحة صافي بلا جرب ديال البرد صافي. نهار يضربوا البرد يشري الدواء الدواء. تيغرادي كان في مقتبل العمر عن سن 22، كان يهم بالانضمام إلى المنتخب الوطني. ترى هل كان بالإمكان تفادي هذا الموت؟ هذا البروفيسور عبد الصمد الأزهري متخصص في الدماغ. مثلا في كرة القدم، باش نجبدوا كرة القدم، كان واحد واخا هي عندهم أطباء ديال طب الرياضات كيديروا لهم كاع التحاليل اللي قلنا، غالبا كيكونوا باقيين شباب ما كيكونش عندهم أي مشكل، ولكن بعض المرات هاد التحاليل كلها كتكون نورمال وخاص تكون تحاليل دقيقه في البوسي عاد باش يمكن تكون تبان شي حاجه. هاد التحاليل في البوسي خاص واحد المراسل اختصاصي يكون حتى هو يدير هاد المتابعه الجسميه. من غريب الصدف أن نفس السنة شهدت رحيل لاعب يحمل مواصفات بنيوية مقاربة لعادل تيغرادي، وتعلق الأمر بالظاهر التونسي هادي برخيص الذي لفظ أنفاسه في نهاية مباراة كروية بتونس. لتضاف هاتان الحالتان إلى العديد من مثيلاتها التي سجلت